الصحابي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. بكت زوجة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وهو يحتضر، فسألها: ما يبكيك؟ قالت: تموت هنا في صحراء الربذة، لا ثوب نكفنك فيه ولا أحد يصلي عليك. فقال لها: أبشري، هذا ما بشرني به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقد كنت أنا وفلانا وفلانا وفلان، وسماهم بالاسم. ودخل علينا النبي فقال: سيموت رجل منكم بالصحراء وسيصلي عليه جماعة عظيمة من المؤمنين، وقد مات جميع الصحابة الذين كانوا معي أثناء تلك البشرى النبوية، ولم يبق إلا أنا، فأنا المقصود من تلك البشرى. فقالت: وماذا أفعل الآن؟ قال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: ضعيني على قارعة الطريق، فأول ركب قادم سيكون هم كبار الصحابة العظام الذين بشر بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيصلون علي بلا أدنى ريب كما بشرني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحال مر وفد قادم من العراق من الصحابة الكبار، وفي مقدمتهم سيدنا عبد الله بن مسعود وكبار الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فسألوا: ما يبكيك؟ قالت: هذا زوجي أبي ذر، لا نجد ثوبا نكفنه فيه. فتسابق الأنصار من يكفنه في ثوبه فكفنوه، ثم صلوا عليه جميعا ودعوا له بالجنة والمغفرة. وتذكر الصحابة يوم غزوة تبوك لما تأخر أبي ذر عندما تعثر بعيره، وجاء ماشيا يلهث، يجري تارة ويمشي تارة أخرى، وحيدا بلا أنيس ولا جمل، يركب في الصحراء المحرقة يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم بتبوك. وما أن رآه النبي يومها حتى امتلأ وجهه صلى الله عليه وسلم بالبشرى والسرور، ثم ألبسه تاج التميز والانفراد والإخلاص. فقال يومها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا. وحيدا أي متميزا من كثرة خصاله الحميدة، وقد تحققت البشرة، وكان له إنه لم يسجد لصنم قبل الإسلام. رضي الله عن سيدنا أبي ذر الغفاري وأرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد